إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أرض الكنانة، حيث لا تنتهي الحكايات ولا يتوقف التاريخ عن كتابة نفسه، تولد لحظات لا تشبه غيرها. لحظات تجمع بين ما يبدو بعيداً، بين الفن والإيمان، بين السينما والقرآن، وبين ضوء الشاشة ونور الروح. هذا هو مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي. مهرجان لم يكتفي بأن يكون احتفالاً بالصورة، بل اختار أن يكون جسراً يربط الإبداع بالمعنى، والجمال بالقيمة، والحلم بالرسالة. وفي هذا اليوم يضيء المهرجان نوراً من نوع خاص، ويحتفي بأبطال حقيقيين، أبطال لا يبحثون عن الشهرة، لكنهم يستحقونها. إنهم حفظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. صدق الله العظيم. المهرجانات عادة تبحث عن الوجوه المعروفة، عن الأضواء، عن الصور، لكن بعض المهرجانات تبحث عن شيء آخر، تبحث عن أثر، عن فكرة تعيش بعد انتهاء الحفل. أوسكار إيجيبت كان دائما مهرجانا يعرف قيمة الفن، ويعرف أيضا قيمة الإنسان. لذلك لم يكن غريبا أن تظهر هذه الفكرة، فكرة تقول: إذا كان الفن يكرم المبدعين، فمن يكرم من يحفظ أعظم كلام؟ لكل رحلة قائد، ووراء هذه الرؤية يقف رجل آمن أن المهرجان ليس فقط منصة جوائز، بل منصة قيم. الأستاذ عادل عمار، رئيس مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي، هو ليس إدارياً فقط، بل صاحب رؤية ترى أن السينما لغة تجمع الناس، وتستطيع أن ترفع الذوق، وتفتح أبواباً للأمل، وتصنع احتراماً متبادلاً بين المختلفين. كان يؤمن دائماً أن المهرجان الثقافي لا يجب أن يعيش داخل دائرة مغلقة، بل يجب أن يقترب من الناس، من بيوتهم ومن أحلامهم ومما يعتبرونه مقدساً وجميلاً. ومن هنا ولدت فكرة تكريم حفظة القرآن. واخد بالك، انا زي ما قلت ان انا عاوز طفل حافظ ولو آية يتشجع ويطلع على المسرح ويقولها ونكرمه عشان يجي لي السنة الجاية حافظ اكتر. ان احنا نبني هويتنا المسلمة والمصرية في نفوس اطفالنا ومن وهم اطفال كده، دي حاجة عظيمة جدا. واخد بالك، والله لو كل المهرجانات اهتمت بهذا المشروع، انك انت تكرمي حافظة القرآن الكريم، الجيل ده هيطلع جيل محترم يحافظ على البنات ويحافظ على الستات ويحافظ على هويته ويحافظ على وطنه. الدين والقرآن ده دستور حياة. فبتمنى من ربنا ان يحظوا حذوي بقية المهرجانات ويكرموا حافظة القرآن الكريم. لم تكن فكرة فقرة داخل برنامج، بل كانت فكرة رسالة تقول: الفن لا ينافس الإيمان، بل يمكن أن يحتضنه، والثقافة لا تعيش بدون روح، ولا تنمو بدون معنى. دور عادل عمار لم يكن توقيعاً على قرار، بل كان إشعالاً لشعلة تقدير، وتذكيراً للجميع أن الفن الأصيل هو الذي يخدم الإنسان ويرفعه ولا يستهلكه. هم لا يظهرون في الأخبار كثيراً، ولا تلاحقهم الكاميرات، ولا تكتب عنهم العناوين الكبيرة، لكنهم موجودون في كل مكان، في المساجد،
في البيوت، في الشوارع، وفي القرى وفي المدن. قد تمر بجوار أحدهم ولا تعرف أنه يحمل في صدره كنزاً كاملاً. إنهم حفظة القرآن، وكل حافظ وراءه قصة. طفل صغير كان يحفظ بينما أصدقاؤه يلعبون، وشاب اختار طريقاً مختلفاً في زمن صعب، ورجل كبير اقترر أن يبدأ من جديد، وسيدة جعلت القرآن جزءاً من يومها فصار جزءاً من حياتها. الحفظ ليس مجرد ترديد كلمات، الحفظ تربية على الصبر، وعلى الالتزام، وعلى احترام الوقت، وعلى ضبط النفس. ولهذا فإن تكريمهم ليس تكريما لشيء ديني فقط، بل تكريما لقيمة إنسانية كبيرة. الحفظ ليس لقطة واحدة، الحفظ أيام طويلة، مراجعة، تكرار، نسيان، ثم عودة، ثم صبر، ثم صبر أكثر. في هذا الزمن المشتتات لا تنتهي، والوقت يهرب، والناس تستهلك، لكن حافظ القرآن يتعلم كيف يثبت، كيف يقول سأكمل، حتى لو تعب، حتى لو تأخر، حتى لو لم يصفق له أحد. وهنا يظهر المعنى الحقيقي. هؤلاء ليسوا فقط حفظة، هؤلاء صناع شخصية. ايه رأيكم النهارده في الفكرة بتاعت الأطفال الصغننين اللي قدكم وهم حافظين قرآن وحافظين أجزاء مهمة واخدين كمان جوائز عليها؟ الصراحة فكرة حلوة وبتحفزهم ان هم يكملوا. انت كمان عايزهم يكملوا؟ ايوه كلنا عايزينهم يكملوا. انت ايه رأيك؟ فكرة حلوة وبتدعم الأطفال في حفظ القرآن وتكملهم في الحفظ. ثم تأتي اللحظة التي يتغير فيها معنى المسرح الذي اعتاد أن يكرم الممثل، يكرم اليوم الحافظ الذي لم يمثل دورا في فيلم، لكنه أدى دورا في الحياة، دورا صعبا، دورا يحتاج إلى نفس طويل وإلى صدق. انظروا إلى وجوه الآباء والأمهات، فيها فخر وفيها دموع وفيها شيء لا يمكن شرحه. هذا ليس احتفالا فقط، هذه لحظة اعتراف من عالم الفن أن في المجتمع أبطالا آخرين، أبطالا صامتين لكنهم عظماء. وعادل عمار لا يسلم الدرع بسرعة ثم يمضي، بل يقف، ينظر، يتحدث، يسأل ويبتسم، كأنه يقول لكل حافظ: مكانك هنا طبيعي، وجودك شرف، أنت جزء من صورة مصر. أولا كل سنة وأنتم طيبين. ثانيا أهلا وسهلا بكل الضيوف والسادة الكرام اللي موجودين. بشكركم على تواجدكم. نتمنى إن احنا نأدي رسالة بتاعتنا إن احنا نكرم الأطفال الجمال حفظ القرآن الكريم. تنتهي الفقرة وتنتهي الصور وتنطفئ بعض الأضواء، لكن أثر اللحظة لا ينطفئ. طفل سيعود إلى بيته وهو يقول: أنا أيضا سأكمل. وشاب سيشعر أن جهده لم يذهب هباء. وأم ستنام وهي مطمئنة. وأب سيبتسم وهو يردد: الحمد لله. هذه هي الفكرة، أن يتحول التكريم إلى طاقة، إلى دفعة، إلى أمل، إلى دائرة خير تتسع. من هنا، من مصر، يرسل مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي رسالة واضحة: أن الفن الحقيقي لا يعيش بلا قيمة، وأن الجمال لا يكتمل بلا روح،
وأن تكريم حفظة القرآن هو تكريم للنور الذي لا يغيب، لأنهم النجوم الحقيقيون الذين لا يسقطون.